الحكاية اللي أنا هحكي عنها دي ما تخشش عقل أي حد لا بالمنطق ولا بالعقل. الحكاية دي حصلت في محافظة الغربية عندنا في مصر سنة 1945. تخيل انت كده لما تلاقي شخص بيمارس مهنة الطب وهو ما دخلش وما كملش تعليمه وما دخلش أصلا كليات قمة ولا دخل كلية الطب أصلا، وهم أصلا كانوا قابضين عليه عشان بيزاول المهنة بدون ترخيص. آخر حاجة كان حاصل عليها هي دبلوم تجارة. والأدهى من ده كله لما دوروا في بيته لقوا في بيته في محافظة الغربية إن موجود فيه صورة لأشخاص مشوشة ملامحهم، يمكن تكون ممسوحة خالص ملامحهم. إيه الحكاية؟ هنا لما اكتشفوا تم القبض على الدكتور أشرف الصديقي علشان هو بيزاول مهنته بدون ترخيص. اللي حصل بقى ان هو لما جه يحققوا معاه وهو بيتكلم معاهم قال لهم انا من حوالي 14 سنة كنت اتقابلت مع ست غاية في الجمال. بيقول في التحقيقات لما واجهوه بيها قال لهم الست دي ما شفتش جمالها ومش هشوف جمالها قبل كده، وهي جت وسكنت معاه في نفس العمارة اللي هو ساكن فيها، وقابلها واعجب بيها وحبته وحبها وتبادلوا النظرات والاعجاب رغم ان هو متجوز ومخلف 3 اطفال. والعلاقة دي فضلت مستمرة على الوضع ده بعض من الوقت لغاية ما اعترف لها بحبه، وهي نفس الوضع كمان اعترفت له انها بتبادله الحب وتم الزواج. ولما تم الزواج وفضلوا مع بعض بعد علاقة وبعد فترة قصيرة جدا من العلاقة اللي ما بينهم قالت له أنا مش من البشر، أنا من عالم الآخر، من عالم الجن. تخيل أنت لما حد يقولك كده الرياكشن بتاعك هيكون ايه؟ الراجل ده مداش ودة والرياكشن بتاعه كان رد فعل غريب قوي، وكان يعني برود غريب جدا، ومكانش قدامه غير ان هو يعني كان قالت له حابب تكمل معايا، انا عايز اخدك معايا تحت الارض. لما هنا وهو بيحكي الحكاية في التحقيقات طبعا هو بيقول انا كأني الموضوع عادي، وكأني هي ما بتقوليش ان هي مش انسية ومش من البشر وان هي من العالم الاخر، وان انا كان يعني كان في منتهى البرود و يعني خد قراره بشكل سريع ان هو لازم يكمل معاها بدون ما كان يتحط في وضع اختيار. وبالفعل خدته معاها تحت الارض. وهو بيتكلم في التحقيقات بيقول ان العالم تحت الارض او فوق الارض ما يختلفش الحياة، نفس نظام فوق البشر عند عالم الجن العالم الاخر، ان هو نفس الحياة بالظبط ما تختلفش الا اختلافات بسيطة جدا. تخيلوا ان هو مش بس كده، المرعب في الموضوع ان هو مش كان البشري او الانس الوحيد في تحت الارض، ده كان في مئات البشر تحت الارض واستعجب للموضوع ده. تخيلوا ان هو اتعلم مجال الطب وان هو عمل ان هو تتلمذ على دكاترة تحت الارض، وكان يعني تحت يعني هم يعني امكانياته كانت محدودة زي امكانيات البشر فوق، بس كان اتعلم في مجالات الطب المختلفة بصفة دقيقة جدا جدا. الراجل ده سافر أوروبا وعمل عمليات معقدة وصعبة جدا ودقيقة جدا، ويمكن ممكن ما تفشل ما تنجحش. الراجل ده عمل حوالي أكتر من 15 عملية وكلهم نجحوا بلا فشل. تخيلوا حاصل على دبلوم تجارة ويعني خد كلية الطب أو بكالوريوس الطب من عالم الآخر من تحت الأرض. تخيلوا بسبب بقى ان هو اتشهر وذاع صيته، هو ده كان سبب القبض عليه، لان شكوا في امره ان هو بيزاول مهنته زي ما قلت لكم بدون ترخيص. حققوا معاه وزي ما قلت لكم قالوا له على اللي حصل، وبيقول ان هو كان بيغيب على اسرته من وقت للتاني بحجة ان هو عنده مأموريات في الشغل. ولما حققوا مع اسرته كانت برضو اسرته ما تعرفش اي حاجة غير ان هو كان بيسافر مأموريات يعني علشان شغله. المهم اثناء تحقيقاته قالوا عنه ان هو مختل عقليا ومجنون ولازم يتعرض على مستشفى الامراض العقلية والنفسية، وبالفعل عرضوه على مستشفى.
هنا كانت المفاجأة ان التقرير الطبي بيقول ان الراجل ده عقله سليم جدا جدا وعقلاني، وانه بيتحدث في مجالات الطب بشكل دقيق، ويمكن يكون سابق العصر والزمن، يعني سابق زمنه، ان هو بيتكلم في الطب بشكل حديث ودقيق تماما. ويمكن في مجالات وعلم طب ما كانش موجود هو بيتكلم فيه، فقالوا ان دوت مش مجنون. المهم عرضوه ودوه للسجن. لما راح السجن الراجل ده اختفى تماما من السجن، مفيش اي محاولات للهروب من السجن، لا اي يدوروا على اي محاولة ان كان بيهرب، ابدا مفيش. يدوروا عليه في اي مكان كان، في اي حتة مش لاقيينه، فاضطروا ان هم يدوروا عليه في الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها، ما لقوهوش، وراحوا بقى للبيت اللي هو مع مراته وزوجته اللي هي الانسية. المهم ما بيدوروا هناك بقى، راحوا ولقوا ايه؟ ان البيت ما فيهوش اي حاجة ولا محاولات للهروب، وزي العفش وكل حاجة موجودة زي ما هي، وحتى ما خرجش بره مصر. ولقوا لما شافوا لقوا الصورة موجود فيها زوجته وولاده التلاتة وموجودة. لما انعكست على المراية لقوا ان الصورة بتظهر بصورة مشوشة وتكاد تكون ممسوحة. هنا زي ما بيقولوا ان العالم الاخر خافوا عليه واخدوا اسرته معاه. ده الدليل اللي موجود، وما يعرفوش هل اشرف الصديقي عاش مات مختفي تماما، وما فيش محاولات للهروب ولا حاول السفر. وان كان موجودة الصورة دي عشان تدل على ان هو بيتكلم صح وحكايته صح. تخيلوا، هل انتوا فعلا شايفين الموضوع ده ممكن يكون او ممكن يصدقه؟ لكن اللي من الواضح ان هو ممكن يكون في شيء من المصداقية. وهي دي حكاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضل ليس امر لايك كل ما جاش نورني في القناة، اتمنى يجي نورني، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. وممكن تفعلوا زر الجرس، وممكن ارجو منكم المشاهدة كاملة فضلا وليس امرا. متشكرة لحبايبي اللي معايا، متشكرة لحبايبي بره مصر وجوه مصر، متشكرة لحبايبي اللي جم ونوروني. الف الف مليون شكر. واوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون شكر.